السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري وفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايه لكم النهاردة بحلوى لشرب الشاي أو القهوة، قد ايه جميلة جدا ولذيذة وشكلها أكتر من رائع. هشة كده وحلوة تدوب في البق بجد من جمالها ومن حلاوتها. شايفين بقى شكلها راقي ازاي وجميل ازاي؟ عايزة اقولك ان الشكل ده سهل قوي ان انت تعمليه، ما فيهوش اي حاجة، اوعي تستصعبيه. فهنعمله مع بعض دلوقتي في خلال الفيديو، هتعرفي طريقته ازاي ومقاديره. يلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا في البولة كده هحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وكمان حطيت كوباية إلا ربع من السكر، وكمان نقطتين من الفانيليا. لو عندك فانيليا بودر ممكن تحطيها، حطي كيس أو كيسين من الفانيليا البودر. هنبدأ دلوقتي بمضرب يدوي عادي جدا. لو انت حابة تستخدمي الخلاط في الوصفة براحتك، انا بعملها بستسهل كده وبعملها بمضرب اليدوي على طول. افضل اضرب البيض مع السكر لحد ما يبقى لون البيض معايا فاتح زي ما انتم شايفين كده. حطيت كمان كوباية الا ربع من الزيت، وبدأت كده برضو اخلط كويس جدا لحد ما كله يمتزج مع بعضه. بعد كده رحت جاية حاطة علبة من الزبادي مقدار 105 جرام، وهنبدأ برضو نخلطها كويس جدا مع المكونات اللي قبل كده. كل حاجة تحطيها ابدأي اخلطيها كويس. كل ده خلط للسكر عشان يدوب معايا اكتر. بعد كده حطيت رشة من الملح. هبدأ بقى في إضافة الدقيق. أنا حطيت في الأول 3 كوبايات من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبدأت برضو بالمضرب كده أقلب الخليط في الأول عشان بس يعني إيه يسهل عليا في الأول شوية. وبعد كده طبعا عجنت بإيدي الخليط. طبعا الخليط مش هو ده كمية الدقيق اللي أنا احتاجتها. هقول لكم ليه انا خليتها العجينه بتاعتي سايبه شويه كده، ما يعني ما خدتش كميه الدقيق كلها اللي انا عايزه احطها، لان انا هقسم العجينه معايا بالنص دلوقتي هتشوفوا. بصوا انا ايه باطراف صوابع كده بحاول الم العجينه. بعد كده رحت جايه واخده نص العجينه، دي حطيتها في بوله تانية. يعني بالعين كده بتبداي تقسمي العجينه نصين. تمام. هناخد العجينة الأولانية ونحط عليها معلقتين من الدقيق ونفضل نعجنهم كده لحد ما يبقى القوام بتاعها بقى القوام بتاع البسكوت المظبوط. تمام. يبقى الأول حطيت 3 كوبايات من الدقيق عليهم كلهم، وبعد كده قسمت العجينة من النص، وخدت أول نص رحت حطاله معلقتين من الدقيق أو 3 على حسب نوع الدقيق بقى بتاعك لحد ما وصلت للقوام ده. بالنسبة للنص التاني هحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو، مش دقيق، هحط بقى هنا كاكاو. كاكاو اللي انا مستخدماه ده كاكاو اسباني، كاكاو خام اسباني. وادي المعلقه التانية. طبعا انا منخله هنا لان هو عندي متكتل شويه، فحبيت ان انا ميبقاش مخرز معايا طبعا في قلب العجينه بتاعتي يبقى شكله وحش، فلازم تنخليه. وهبدأ كده دلوقتي برضو أعجن العجينة بمعلقتين الكاكاو اللي أنا حطيتهم دول لحد ما يبقوا ايه ممتزجين مع بعض كده، وتبقى العجينة بتاعتي كلها لون واحد، لون بني كده. طبعا حسيت ان اللون معاكي مش قوي ممكن تزودي كمان معلقة. ادي العجينة البني وادي العجينة البيضة. هناخد بقى هنشتغل على طول، مش هنسيب العجينة تريح ولا حاجة. هناخد نص العجينة البيضة، هنحط الأول كيس تلاجة من تحت وكمان كيس تلاجة فاتحينه هنحطه فوقيها، يعني فوق وتحت كيس تلاجة. وهنبدأ بقى بالنشابة، نبدأ كده نفرد الايه العجينة بتاعتنا بسمك يكون رفيع. انا مش عايزاها يكون تكون سميكة، خليها تكون رفيعة. شايفين طبعا ما بين كيسين بتساعد معايا كويس جدا ان العجينة بتاعتي ما تلزقش في النشابة، وانها تتفرد كمان معايا بسهولة. تمام كده. خلصنا الطبقة الاولانية. هندخل بعد كده على الطبقة التانية اللي هي برضو الطبقة اللي بالكاكاو. هاخد برضو نص العجينة مش العجينة كلها، وبرضو على كيس بلاستيك وفوقيها كيس بلاستيك، وهبدأ برضو افرد في العجينة بتاعتي تقريبا بنفس السمك اللي احنا فردنا بيه العجينة اللي هي البيضة. تمام. العملية يا جماعة سهلة خالص، بس في الاخر هتطلع معاكي اولا كمية حلوة جدا من الحلوى دي، وثانيا كمان الشكل حلو جدا هيبهر كل اللي هيشوفه. شايفين؟ خلاص كده احنا فردنا العجينة البني. هنبدأ بقى دلوقتي في مرحلة تانية ان احنا نحط عليها شوية من السمسم، ودي مرحلة اختياري. يعني انت عايزة تحطي سمسم حطي، مش عايزة تحطي ما تحطيش، يعني خلاص ما فيش مشكلة. بعد كده اروح جاية بقى حاطة كيس تاني وراح جاية بالنشابة
اروح جايه ماشيه عليها. ليه بقى الحركه دي؟ علشان خاطر اثبت السمسم اللي انا حطيته. تمام، خلاص كده احنا خلصناها. هروح جايه قلبها على الناحيه التانية، وهقول لكم ليه دلوقتي انا قلبتها على الناحيه التانية. علشان انا هحط كمان العجينه البيضه اللي احنا كنا حاطينها في الاول وفردينها وسايبينها على جنب، حطيتها فوق العجينه البني. وبقى لو في زيادات بقى كده ما فيهاش عجينه بني، ببدا كده ايه، اشيل منها واروح جايه حطاها على بقيه العجينه. يعني حاولي ترقعي العجين كده لو في حته مش كلها يعني الاتنين مش فوق بعض، حاولي ان انتي تظبطيهم. خلاص كده هنبدا بقى تاني ان احنا بالنشابه بالراحه كده ان احنا نفرد الاتنين مع بعض كده. الحركه دي بتخليهم يلزقوا مع بعض اكتر، العجينه البني مع العجينه البيضه. برضو حاجه اختياري هي المربى. جبت معلقتين مربى مشمش ورحت جايه حطاهم فوق الوش كده، معلقتين بالعدد مش كتير، يعني يا دوبك بس ايه بتمسحي مسحه بسيطه جدا. بعد كده مسكت بقى القطاعه بتاعه البيتزا، وبدات بقى كده اقطع شرايط رفيعه جدا زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هو ده اللي انا عايزاه. ابداي بقى قطعي الشرايط بتاعتك رفيعه قوي كده. كل ما رفعتي كل ما هتديكي طبعا عدد اكتر. اهو، عايزه اقول لكم ان المربى هنا مش ضروري خالص تعمليها، وانا هوريكم في الاخر. انا عملت المره التانية من غير مربى وهوريكم الفرق بين الاتنين. يعني هقول لكم ايه الفروق بين الاتنين بالظبط، اللي اتعمل بالمربى واللي اتعمل من غير مربى. زي ما انتم شايفين كده بقى هنبدا ناخد واحد واحد او شريط شريط نلف رول كده. شوفوا بقى الشكل بقى، اعطاكم الشكل عامل ازاي. طبعا انا قلبت العجينه البني علشان لما اجي الف يبقى السمسم هو اللي فوق الوش مش جوه، زي ما انتم شايفين كده. شايفين المنظر اهو، السمسم بقى هو اللي فوق الوش اهو. حلو كده. طب انا العجينه كبرت معايا يا شيماء ومش عارفه يعني الرول طويل، لا يبقى هنقصه ايه، هنعمله بالنص. تمام، يعني ممكن نعمل الرول ده على 2 زي ما انا عملت كده. لو لقيتي ان الرول معاكي طويل قوي هتبقى البسكوته كبيره زياده عن اللزوم، لا قصيها وخليها على 2. خلصنا خلاص الكميه كلها بالطريقه اللي انت شايفاها دي. وعملنا جزء، ما بقول لكم انا عملت جزء بالمربى وجزء من غير مربى. هندخله الفرن على درجه حراره 180. هنشغل من تحت الاول، اول ما يستوي من تحت على طول شغلوا له الشوايه ياخد لون بسيط قوي ذهبي من فوق زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا شايفين ان في بسكوت بيلمع كده قوي واصفر قوي، وفي لون مطفي شويه. اللي بيلمع قوي ده هو اللي بالمربى، واللي مطفي شويه ده من غير مربى. هو ده اول فرق. تاني فرق ان في الطعم بقى، ان ده مسكر شويه والتاني مش مسكر. تمام، هو ده الفرق بس من اللي اتعمل بالمربى ومن غير مربى. يعني مفيش فروق كتير، لكن الشكل واحد وكل حاجه واحده. اهو ده شكله من جوه بقى زي ما انتم شايفينه كده، قد ايه هش وحلو جدا جدا. بس كده يا حبايبي، وعجبكم الفيديو النهارده هتنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناه، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.